الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. درس ما يلو تفسير الكشاف سورة والطارق آية 11 الكافر ربنا كلام القرآن الكريم الدنيا مراج وحياة مراج مراب كهذا حكم كلنا به عمل كلنا بيش ماج أهل ماج مسلمان عرب كنصيب إذا ماج ظلماج منافقاج كفرا نباشاج خرابا بدا كلمة يا ربي ندريا خدا بدا موفقوا كلمة يا ربي خدا يخوي يدياتنا حلقة مدبي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع قسم بوي آسمانك خدي الرجعة يعني دائما باران دبارينه باران دي سكنه شندرو ساعات كي 2 ساعات دي ساعات كي شندا 2 ساعات شندا تكرار ذات جرات دي والأرض قسم بأرضك ودي الصدعي ودي قلاشتنا يعني كل بارانتي لعملك عاصمانا sürekli barani dibarine can peyjarida bu kasem mavasin arda ku diye baranti nabatat bu hububat النباتات بحبوبات أرض خليشة النباتات بحبوبات إذا شيء به سري بدت كذا انقسم باسمانا وبارد بارينه وبعديشي كنباتات ونفقش بك قسم بو خداي ذكر رب بعبد واسمانا إنه قرآن لقول فصل قولك فاصلة فاصلة بين حق وباطل قولك يقول لفير ريا قرآن بهداية هداية يقول شريا قرآن كذا ضمن وما هو نينا القرآن بالهزل تشيحنكي نينا ملكي القرآن تماميلا جدية خداي عالمي لقولي قرآني لقولي في أمر إذا كلية نهي إذا كلية أرزق قيامة الإسلام ويأوية عن مجد سمي المنظر رجعا والسماء ذات الرجعي جزم طريقة في قرآن رجع كما سمي أولا سواء أو تبتني وجهي رباء الشماء لا يأوي لقلتها إلا الصحاب وإلا الفوق والسبل رباء يعني برشودة دارا الشماء أوجي معنا الشماء برشود كيف أو ربنا ترى لا يأوي لقلتها خنابجة أم تطاوية ويجايوي بلد خنابجة كي يعني خناجيني كي إلا الصحاب إلا عود جينيخو وإلا الأوغ وإلا باران والسبع وإلا السبل سبل أوجي باران عرانا أو خدجيني يعني باشقا تشكينيكا وخدجيني تطاوي تنه أما إلا الأوغ أو بمعنى باران سواء جباران را رجع تيغوتنين جباران را أوجي تيغوتنين
تسمية بمصدري رجع وآبى. رجعوا أو مصدر رجع أو باء تسمية باران التكليف بمصدر ورجع. وذلك كما جرى سمي المصدر والمفعول كما جاء المجد أن العرب كانوا عرب البري يزعمون أن الصحابة يحملوا الماء من بحار الأرض أو أعضيه الدقرنش البحري ثم يرجعوا إلى الأرض تكرار ببال أرضها فتكر. يعني أساس عبارة أرضي جبال بحراج دنزا جبارانزا آب بخارلشميش بشه هوا دكتور أو يعوراني كاش ببالان تكمل يعني. أو أرادوا يأخذ كما باران غير مراجع يعني ذكاء أرادوا التثاؤل يعني إلى ذاك جارد بي جاريدا براش مرا ذكرت احتياجنا ببارانه إذا تقوي تسعى وأوبان يرجع ويؤوبا ذكور ذكر شبال نظا أمشي فايدة مشكلة حيوان يقول عبادة يقول تسبيح يقول مهارات يقول تم نزيافون معاوي يقول وبعدش تابي نفقه وكذا. كما رجعتي قلت يحكي لك السبب الله فقيل لأن الله قضى يرجعه وقتا بعد وقت وقتا فوقتا وقت لبي وقت دا ولتعالى باراني تدقرينا يعني سكينة تشتي لديكي تكرا ويجيك باراني السكنانية تدقرينا ودري آفتا احتياجي ومخلوقي وحيواني لذلك. أنا خنسا قلتها يوم الوداع ترى دموعا جارية كالرجع في المدجنة السارية. لكي ترى يوم الوداع ترى رجع خاطر فاسني دا شافقة تاردن إلى دبينيكو دموعا جارية سيركني كالشعباء لحركة تبيني دعوان سيركا تحركة كالرجع وكبارانا في المدجنة السارية عوريك حركتك عوري التعليدة سواء دوام عوري التعليدة حركت بكل شيء باران تي خاري أدرجة وداعي دا خطاندنا بشي محبوبة جي أوي قبل تبينيك وكيوي باران السيك الشعباء تينا خاري البته كي جعب جوكا السيك الشعباء تينا خاري برد قيمتني راجعية لفظة معروف الصدع والأرض ذات الصدع. الصدع شيء ما يتصدع عنه الأرض تشتك الأرض جيت الشكرني أو جي من النبات يعني أو أرض فلانا بريد سكتة فلانا أكتب فلان لتكا خلق عالمي أو بجري وي نباتي وي دياي وي حبوباتي أو يا آلي دا كوك برد معرضي دا إتك نرمتنا وكا خازقات عرضي دا درا آلي كم نكاشي أو جي نرمى عرضي قليشة دا تكلم درا حبوبات تقرأ قياد تقرأ حيوان وإنسان جي فايدة لك خلقنا ربنا إنه الضمير القرآني إنه أذب آسمانك باران دبارينا
وبأرضك نباتات ونفقش النكاس صندوق فيه إنه القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل. قولك فاصلة بين حق وباطل، حق وباطل شفقت. كما قيل له القرآن فرقان جراتين فاصل فرق ما بين حقي وباطله وفاصل ما بين حق وباطله. وما هو بالهزل القرآن نتشتكي حنكوية، يعني أنه القرآن جد كله أمام القرآن جديته لا هوادة فيه حنكوية إذا سنية. يعني حنك سيدا يا سستاي جوشكتي هوادت نجوشكتي نمكاي جفتي تنا أباش كنت نمكاي ما مكاي كتك كحنك. ومن حق القرآن قد وصفه الله بذلك. شيخ خالد تعالى وصف القرآن كله فصل وما هو بالهزلية. سيدا بحقه أن يكون لا هوادة في الأساس بينهما مهاودة وهوادة، وما في فلان هوادة يعني رفق ولين. نرماي كتنا جديات وصف النرماي فلان تدا هما ويقول حنك تدا يعني معناه يوم وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك بالقرآن إنه فصل وما هو بالهزل. ودي بشتك وصيه واكلية ومن حق القرآن يكتب أن يكون مهيبا في الصدور بالسنقاضة هي تقريبا معظما في القلوب تقلبدا مظمة يترفع به قارئه وسامعه. قارئ قرآني سامع قرآني وبلمك يترفع أن يلم بهذا الدين أو يتفكه بمزاج وبلمك مذبك جبيرا بلنتربك الماموي يعني أواوي جهاشتناوي وصولاوي بهزلي ويات يتيا بحنكي نيزكي وياوا إنه وأن يلقي ذهنه زي خشي أوا زين أخذ باب زين أخذ سيدا أن يلم به يعني أن ينزل، أن يلم به هزل أو يتفكها به يعني اسبري حنكا وهرانك بتناظر نزل به وصل به إليه وأن يلقي إلى ذهنه وباب زينه إنسان قارئ ومسامع قرآني أن جبار السماوات خلق عاصمانا يخاطبه خطاب خلق خردك فيأمره أمري وتك بأوالابك وينهاه منع وتك فلان نك ويعيدوا القرآن بجيبيني أمري وأديوها جنة بالمتى بطعام بكي أدي حنجيب تبكم ويعيدوا أجت أمر القرآن من جينين تضريا وإذا نيني إناجة تينين دي أدي الدعوات جهنمي وربكم حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية أجرك إن لم يستفزه الخوف أجر تسكوي نجرة ولم تتبالغ فيه سامع وقارئ الخشية خشية فرب بالغت إذا شيء بداهي فأدنى أمر سامع وقارئ أن يكون جادا جديبا غير عادل نكن بهزلي بالتنازل أفلان. فقد نعى الله تعالى
ذلك خطارة أجاك الشيء على المشركين الكافرة في قول خدا قلتيا وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون والقرآن سروى في خندن والكنن والناقري وأنتم صامدون صامدون بمعنى أو نفسس وأنتم صامدون يعني وين شنو؟ أمني بنيرم صامدون معنى ساكتون لنا ها؟ صامدون معنى ساكتون دقوسي أزبنا بنظرهم دقيق كيف أزبنا ولا ايش قال بنيرم سورة نجم آية الضاوية ماذا؟ دقيق أزبنا سورة النجم آيات شش ويكي نوصل. شش ويك. تمام. سيدا وأنتم صامدون يعني ولا تكون خوفا وأنتم لاهون معرضون عنه. سيدا وأنتم صامدون لاهون معرضون نعم. يعني ون نحن كيف تمام. يعني حق القرآن بشيء دمكي أوانا تضحكون أي مشركون كنن إلينا وجواعيد القرآن الناي وأنتم صامدون وانشفرا المزاح وأشمالي خدنا وعبرة القرآن درس جيلنا العالم إنهم مشرك يكيدون كيدا أوانا حيلة مزاقه شفرا قرمشتكن بحيلاتكن بحيلات خالق بك وأكيد كيدا أوان حيل قارشيوان حيلوان أوان حيلوان تشتك بيوان حيلوان موصول بك هذا شيء بوان روي معملي بك فمهل يا محمد مهلت بدا الكافرين يقول كافر بقرآننا إمام القرآن محمدية ناينا مهلت بدوان أمهل روينا مهلتكي بسال زمانكي بك مهلت بدوان عمري وان بقدر عمري وان قديا زمان حساب وقضاء إنهم يعني أهل مكة أهل مكة أهل مكة يعملون المكايد في إبطال أمر الله وإطفاء الحق عمله إلى كرنا إبطال أمر الله بأمر قضي إبطال بكم بأمر قضي بجنيه وإطفاء الحق نور حق نور إسلام مبطلين دبي يا ويدا خباتو خدمة تقول رب العالمين وأنا أقابلهم بشيء أجد قرشلغي واندا بقرشوي حلاواندا أجي مقابلة تكن بمعاملة خود أدوار معاملات تكن من استدراجي لهم أجوارا سريب وكيف سريب بعضهم يعني هم بهم جوارا دنيا زيادتكم كيف وانجوانا يشمان بحفتين زيادتكم وانتظار بهم وأن بكرمشتكم بوان الميقات الذي وقته أو ميقاتكم من وقت من دانية للانتصار منهم في انتقام زوار بانتقام زوار وان بسينا أجي بكرمشي في قبل فمهل الكافرين يا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا تدعو بهلاك ولا تستعجل قاضينك أن نفر بهلاك وأنك وعجلجنك فمهل الكافرين أمهلهم رويدا مهلة الدوام إمهالا يسيرا مهلتك يعني عمر
عمر الدنيا يبطر هذا سلسل وكرر وخالف بين اللفظين ومهل أن مهل الكافرين أمهل المؤمنين وخالف بين اللفظين يجي فعل يجي أفعل لزيادة التسكين منه جبوا زيادات تسكين الشيخ عليه الصلاة والسلام يدرسها كذكرني والتصدير ورب العالم أمر البيغمبر عليه الصلاة والسلام بصبر بك بجا أداء دنياي هذه الدنيا بحسب يقتضى تشواد المشي تطبيقه واتفاقه بك أما هذه جد في الدنيا شيوان الدنيا بقدين بالتوات تشتكوا بخوزن أما بتشون هاتنا بامن هذه حساب وان ريقا بيشغارا من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء 10 حسنات وبعلم قدر إبادته قد جيب ما المسلمان مظلومة كياب الغيار ذي قد جيب وامك وانشباب سمي خلاص بك يا رب طيب العالمين. بس هذا نا سورة على رواية قدية. نجيب خوينا بل. سورة على مكية مكة مكرمة نازلية أعلى ثلاثين بيجمع تمتدى ذكرى سبح اسم ربك الأعلى هي نار سورة أعلى وهي السورة 19 آية يا زايد سبح اسم ربك الأعلى تسبيحة تنزيه ناظر ربك أو ربتي أعلى أنبل يعني معنى قدي قهر علوي ويا سبح اسم ربك تنزيه ربك اسمه زايدة أو ربتي أعلى تنزيه ربك يا هكذا بين اسم الذي أو ربتيك خلق ذي كائنات ذي مخلوق وشكل فسوى إيكو جيتي منفعات كرني ديتني لكوني كجيبي منفعات ديتني شيء أرضي شيء كرياكي وتلا نفقو نباتات شيء ببراني آسيمانا شيء كرياكي كرور ويبو تشرك تلا دكمن باران جيوره لأرضك نفقتنا بيشكرني هي بيشكرني إنسان شكرية دست شعبني عقل فكر ضعيفي كي وأن إنسان قاربة منفعته نفقه قوته احتياجه قاربة كي بيوجه تسوى والذي أو خداي قدر فهدى أو خداي قدر هاتشي قدر هاتشي تقدير قدر تقدير كبير هاتشي المرأيوي تشتيوي أجليوي فلانيوي هاتشي تقدير كيا وفهدا وهدايتي كبير ببعض تشتي مصلحته وتشتي دبان حيوان بهداية بدا تشتك المصلحة دايما ويا مصلحة الإنسان ويا حيوان يجي دايا تجوا يستمر سوي تجوا تبداري تجوا كي بيعابي يخش محافظة كي تجوا كي يعني خلطة ويا فرنسا ويا فهمي دايما فقط فهم فرنسا ما حيوان فهم بكشكرا المنفعة تقول تصديقي كوجيت تستشكوجي درادا بدونك مع الإنسان تشتيك بديك جهنمي جيد الناكر بيبر غشت والذي أو خداي أخرج المرعى درخستيا النباتات درخستيا جبنا نفقي حيواني وجيد المنفعات دوينن ونشيلوا الجوشتو أو كيلو والله يجيب بدل الإنسان يقول حيواني يقول شرمي تيد الله مش من جبر شاوي فجعله خدا قران يوي مرعاي
وثاء أحوى قران يشي وثاء ري والله مش تبا ريب رشيبة ويا جعله وثاء قران عشق أحوى شوف يعني قال عندي كذا تشوف كذا تشوف بيوي حافظ على وين ماشي بيوي سبح اسم ربك الأعلى تسبيح اسمي عز وجل اسمه عز وعلا تسبيح ناظر فداء أبد تنزيه ناظر فداء عما لا يصح فيه أو ما يقصعيدنا باسم فداء من المعاني التي جوان معانيه وهي أول معانيها إلحاد في أسمائه إلحاد أسماء فديدة تنزيه اسم فدي جوي إلحاد بكت أو إلحادي كالجبر والتشبيه يعني فدا زورلايجية بنزري أو آية فلان ناظر فدا يخرج من شتاء ونحو ذلك إجا وتنزيل بكاوي شابكة مثل أن يفسر الأعلى أن تفسير على بك سبح اسم ربك الأعلى بمعنى العلو الذي رب أعلى أو علو أو بالبداية هو القهر والاقتدار يعني تمام المخلوق الدنيا قهروي ده المخلوق شبكة كبيرة يعني منزه مكانه أظن ماله يعني منزه مكانه صادق ده ومعنى بمعنى العلوي والقهر اختياري وقدرته بالإنسان تمام المخلوق هي أبيض بمعنى كني لا بمعنى العلوي في المكان والاستواء على العرش حقيقة لا بمعنى بلندة يعني جيوي بلندة يعني لسال عرش بزالية يا سكينية أو وامشيانك معنى أمانا تشبيه أو تشبيه لنا كلمة مرضى وانا بيا وينا بقدي معنى وأن يصانع ونبي خديد محافظة كرني عن الابتزال أنزياء أسماء خديش وما يكون نصعية تلا جمعانية تكون تلا ابتزال هي يعني وتكون تلا كبوت تلا هي وتكون تلا تعطانن تلا هي أشي دوكي وأن يصانع عن الابتدال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم وبمحافظة كرنيج الابتدال والذكر نفس الوجه والمرض والدينة والتعظيم بك نفس الوجه أنا بقدش أنا بيت يعني سر وجه التناظر سر وجه حنقال سر وجه سايجيسيستية بل بحرمتية بحرمتية بل يا سبح اسم ربك الأعلى ويجب أن يكون الأعلى لفظ أعلى صفة لربي والاسم أعلى سبح اسم ربك ربك الأعلى ويا اسم ربك اسم أعلى هل بمشي اسم أعلى ورب أعلى هذا معناه جدا يعني ناظر ربي تجي علي وربي تجي علي وقال علي رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة وآل البيت سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى نقول سبحان ربي الأعلى وفي الحديث صحيح ده لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك العظيم تناظره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها سبح البقرين سبح اسم ربك العظيم في ركوعي في ركوعه سبحان ربي العظيم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى أو نازل بآيات كلمات
قال رسول خدا عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه اجعلوها في سجودكم بسجدة خدا بسبحان ربي الأعلى أو وكانوا الصحابي الكرام رضوان الله تعالى عليه يقولون في الركوع إذا تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، وفي سجودي اللهم لك سجدت وبك آمنت سجد وجه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. جاء اشتكى الناظر بفتيان الله شنك بالله ملك سجدت بسبحان ربي الأعلى. باشي سبحان ربي الأعلى مرجع خندي سنته وكيف منهاج شرح شروح المنهاج لا الذي خلق فسوى خلق كل شيء. هل تشت مخلوق فضائي تشتي كنا مخلوق بكنا هل تشت مخلوق فسوى خلقه تسوية خلق عالمه تسوية كريا خلقيتها هل تشتي سوى تسوية تسوية كريا دوش كريا بدون كي وسع يعني معتدل كريا باختلالك وسع ولم يأتي فيه متفاوت. وتعالى بتياني كريا بالشيء متفاوت يعني كمالوي تنيوي أولغوني أبنين جاوي مبنز أولغوني سريوينينا نسيوي تفردانا أولغونا وياخد يا أوهاب يدها أولغون تشتكي وساك هاد الجيوي دا أنا كمثلي جي أوكد جيبتلا دانية تابعنا سيدنا كذاش ولكن على إحكام واتساق سوى خلقه تسوية ولكن تسويته على إحكام واتساق لسبب محكمونه أو اتساق يعني وسا بنيه يعني هم صاغلم وهم لهم رودن أزورا هم صاغلم وهم لهم رودن ويمتيان هذا بس تسوية خلقه تسوية ودلالة على أنه الخلقية صادر عن عالم صادق خداك كل هاتشتي بزانة وأنه صنعة حكيم وهي صنعة خالق كل هاتشتي بحكمته قدر فهدى خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر لكل حيوان ما يصلحه تقدير كريا جهل تشتكو حياة تيدا هباء حتى النباتات حتى الله ذلك الزلزون ميوان تكرتشلو تكرتاي جوانا لتقدير كريا تشتكو مصلحين يعني صلاحيته ويشتكي ميوراي أو حيوان يشكرها رب الجيرة شكيت محافظة خبك ويهوى يصلح فهداه إليه وختار هدايته جي روحي كريا ببال ما يصلحوها وعرفه وختار بهال جي روحي دا زانينه وجه الانتفاع به وجه منفعته بما يصلحوه يعني تشتكي جيرا باشا ولتعالى ويبين ده يكرني بني بويدا بكاء أو شكرا بويا يتقرأ ويشتكي بنا تشتكي جيرا زرارة بين بكاء شعبه خد قرينا وجيدو يحكى حكاية كرنيكو أن الأفعال مع المظن إذا أتت علي 1000 سنة حضر صالح مع الشيء بعامية شعبي كله
وقد ألهمها الله تعالى، قلت تعالى إلهام تكشفي معي كورة أن مسح العين بمرق رازيانجي مسح الجعب بفل دار رازيانجي الغض ضربة يرد إلي بصر الجعبي شكرا والفيرتي. فربما قلق جرى كانت أمعت في برية شرك بين وبين الريف دنا بينوي ودنا بين أوجيكو يلشمك أو دارتي دايا مسيرة أيامي مسيرة شمر شهية فتطوي تلك المسافة أدي معلي أوان مسافات قطعتك على طول يسير طول مسافي وعلى عمار كوريا ويجي حتى تهجم في بساط في بعض البساتين حتى هجوم بكذي معي كورد هنكي بخشادة على شجرة رازيانجي سردار رازيانجي لا تخفيها يانشناك تتحقوا بها عينا شعب قبيل حكينا وترجع باصلة بإذن الله شعبين تكرا رون كاين كبير بيشاخو هالطريقة بينا بإجنا خدا يعني دمكي جبيها قل وقتا مشكورا دقارا بالشباب ونصدرها أو يشبه نفقي بينا هركس هر حيوان هر زرارة خوشي بينا وطعما زرارة خوشي وطعما كارا إنسان طعما زرار كاري فرناك أنا زرارة خوشي كارا زرارة فرناك طعما كارا ميت وهدايات الله للإنسان هداية خداجي إنسان الله إلى ما لا يحد وقال ما يكون نايش عتكرني تعيد كرني من مصالح مصلحة إنسان وما لا يحصل أو تشتكنا يحصل كرني من حوائج احتياجي إنسان أو جي مصلحته احتياجي في أغذيته تقارنه ودا وأدويته للتداوية ودا وفي أبواب الدنيا وديش الدنيا ودا وديني وديش الديني ودا تشتت بحصر ضاهي خدا إلهام إنسان دكا إلو التكنيكا إلو دا خدا تعالى وشا إلهام دكا في إنسان كرا هر باشي جي ببينه وكرا العياذ بالله هر خرابي جي بيبا ورشمش ببينه. وإلهامات البهائم والطيور وهوام الأرض إلهامات حيوان الطير وحيوان الأرض باب واسع باب ثريا وشوق مطين وشوقك يعني ريكي مسافك بعيدة دورة لا يحيط به وصف واسطي وصف واسطة إحاطة بينك فسبحان ربي الأعلى أو ربي ميك علايا أو من الزهج تشتكنا لا يقيب عظمته وقدرته وهي أو شيء من الزهج يا ربي هل حيواني إنساني بإلهام بكي يكون منفعته تتفرج يجي ما إلهام وموافقه بالباشي وقدير الديار وقرئ قدر بالتخفيف جارية فجعله وساء أحوى أحوى صفة لغصاء صفة غصاء أي فضاء أخرج المرعى أنبته فضاء النبات شنكرية فجعله بعد خضرته ورثيثه بشتي شنايا ويدا وفارلا مشتونا ويدا فدا قرانديا غثاء دلينا قرانديا عش أسودا راش ويجوز أن يكون أحوى حالا من المرعى هو حالي المرعى أي أخرجه أسودا أحوى أي أسودا لإجا هو يترخص فيها راش من شدة الخضرة والري إن كيف
كشينا وآب داية إذا أواج دول ببالين نصف الشفوري فجعله بعد حوته قالان تشتكو بكريا شين ووا قالان فجعله بعد حوته غثاء قالان راش وإجا هدبا وزجا صار كذا تشكي في نكاح فيها وي بس يا ما لازم أصابكم الله خير.